لسه موجوع من علاقات قريبة كانت مؤذية ليك؟ في لقطة في قصة سيدنا موسى ممكن تغير نظرتك للعلاقات دي تماما. لقطة رجوع العصاية. الأول: ما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. دي إيديا ورجلي، دي سندي وملاذي وكل حاجة ليا في الدنيا. قال: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. شاف حقيقتها بعينه، شاف إنها مش أمانه زي ما كان متخيل ولا سنده زي ما كان فاكر. قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. ليه بقى؟ لأنك خلاص عرفت حقيقتها، شفت بعينك إن مش دي اللي هتنفعك وأدركت إنها ما يتسندش عليها. خدها تاني بقى، مفيش مشكلة. نفس الكلام ده بيحصل معانا في علاقات بتكون سبب أذى نفسي كبير لينا، بس مش دايما هنعرف نقطعها، خصوصا لو من الأهل والناس القريبين. اتوجعت قوي، اتألمت كتير على ما عرفت تفوق، كنت بتنام معيط كل ليلة ومحدش حاسس بيك. الوجع ده كان جاي يعلمك حاجة كبيرة قوي مكنتش هتتعلمها بأي شكل تاني. جاي يفك حبل التعلق بيهم اللي مكلبشك ده ويخليك تعيش حر ومرتاح، أو جاي يقربك من ربنا لأن هو ده أمانك الحقيقي. جاي يعلمك تاخد بالك من نفسك وتحطها أولوية. خلاص اتعلمت الدرس، كمل بقى، بس كمل باتزان. حط مسافاتك وحدودك معاهم وعيد ترتيب أولوياتك. وصدقني انت ما كنتش هتتعلم ده بأي شكل تاني. قولي بقى ايه أهم حاجة اتعلمتها من علاقة صعبة وعدت عليك؟